السلام عليكم. هنعمل النهاردة ميني تشيز كيك وزوقته كده بالكريم شانتيه من فوق. عملتها في قوالب صغيرة كده وطلعت تحفة جدا. يلا نبدأ. معانا كده كوبايتين مية مغلية، هنحط فيهم 2 باكت جيلي، اي نوع بتحبيه. انا استخدمت الفراولة. تمام. هندوبهم كده كويس بأي مضرب عندك. هندوب الجيلي كده في المية كويس، واحط له بقى بعد كده حوالي 3 معالق من السكر، سكر حبيبات عادي. وندوبهم بقى كويس لحد لما السكر بتاعنا ده يدوب. تمام. وبعد كده بحط كمان كوبايتين مية فترة عادي خالص، ولا هي ساقعة ولا هي سخنة. تمام، مية فترة خالص من الحنفية. تمام كده. ندوبهم كويس ونركنها على جنب. نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. اي نوع بسكوت عندك يكون نوع كويس. بسكوت عادي، انا استخدمت البسكوت الفيري. نحط عليه حوالي معلقتين من السمنة ونضربه في الكبة كويس كده لحد لما بيكون عامل زي الرملة المبلولة. تمام، زي ما احنا شايفين كده، شكله كده بيكون عامل زي الرملة المبلولة بالظبط. تمام كده. هنركن ده كمان على جنب كده، ونيجي بقى للخطوة اللي بعد كده في الخلاط. هنحط 4 علب زبادي من العلب الصغيرة. المهم يكون زبادي سادة، ما هواش بالفواكه، سواء انت عاملاه في البيت او شارياه من بره. تمام. هنحط كده في الخلاط حوالي 4 علب من الزبادي. تمام كده. هنحط كمان معلقتين كده. طيب هنحط في الاول جبنة مثلثات. تمام، علبة جبنة مثلثات كده اي نوع بتحبيه. هنحط معلقتين من الكريم شانتيه ومعلقتين الخام طبعا، ومعلقة من السكر. تمام. هنضرب ده كله كده في الخلاط، وبعد كده هنضيف حوالي ربع كوباية من اللبن عادي. مش هتخلي الخليط سايب ولا اي حاجة، لان احنا حاطين معلقتين كريم شانتيه خام، فكله هيمسك كده في بعضه وهيدينا طعم تحفة في الاخر. حابة تحطي بقى قشطة حلويات او جبنة كيري، تمام، مفيش اي مشكلة. بس هو ده اللي كان موجود عندي، فعملت منه احلى تشيز كيك. وطبعا اقتصادية جدا، ما هياش مكلفة، لان طبعا عارفين ان الجبنة الكيري وقشطة الحلويات غالية. فكده هيبقى تمام قوي. بعد كده جبت البولات الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي، وحطيت فيها يدوب معلقة كده من البسكوت، وبتسويها كده بالمعلقة وتضغطي عليها كويس، لان التشيز كيك النهاردة مش هندخله الفرن ولا هنعمل فيه اي حاجة خالص. يعني كله كده هنعمله على البارد. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. يدوب بحط معلقة بس كده وبسويها بظهر المعلقة، وبضغط عليها خفيف كده. تمام. تمام. انا بقى جبت الطبقة اللي هي بتاعة الزبادي والجبنة والكريم شانتيه والحاجات دي كلها، حطيتها في كيس حلواني زي ما انتوا شايفين كده، وقطعت طرف الكيس وبدأت احط في البولات. طبعا ممكن تحطي بالمعلقة، بس انا استخدمت الكيس، يعني بيديكي مساحة كده ان انتي تحطي بسرعة ومفيش حاجة تقع منك. تمام. في شوية بولات كده ما كفوش، الكريمة عندي ما كفتش، ف ركنتهم، يعني ابقى استخدمهم في اي حاجة تاني بعد كده، مش مشكلة. هنسويه بقى كده بظهر المعلقة. تمام كده. بعد كده جبت موز، قطعته قطع كده صغيرة دواير كده، وبدأت ان انا احطه فوق طبقة الكريمة اللي احنا عملناها، اللي هي الزبادي والجبن والكلام ده. تمام كده. ودي كانت تالت طبقة. بنحطها كده عادي، عايزة تعمليها بشكل معين، عايزة تعمليها عشوائي، مفيش اي مشكلة. تمام كده.
عايزة تحطي فراولة، عايزة تحطي اي نوع فاكهة، ده بقى بيكون اختياري، المتوفر عندك حطيه، ما تقيديش نفسك بنوع فاكهة معين. تمام. ده بقى الجيلي بعد ما كان خلاص بدأ يمسك كده في بعضه. جبته بقى وحطيته في اي حاجة كده تعرفي تصبي منها، يبقى ليها بوز كده تعرفي تصبي منها عشان ما توقعيش بقى وتبهدلي الدنيا. وبدأت احطه كده في البولات لحد ما مليتها. تمام. لو خدنا بالنا هتلاقيه ما هوش سايب، ما هوش مية يعني، بينزل معايا ماسك متماسك شوية كده. تمام كده. بعد كده كان عندي بقى شوية كريم شانتيه كده في التلاجة، فاخدتهم وبدأت ازوق بيهم التشيز كيك كده. طبعا بعد ما حطيته في التلاجة شوية والجيلي ده كله مسك في بعضه كده. تمام. اعملي بقى اي شكل تحبيه، اي اشكال عشوائية يعني، كل الاطفال طبعا بيحبوا الكريم شانتيه وبيحبوا التشيز كيك، فهياكلوها باي شكل تعمليه، وتسلم ايديكم مقدما. شوفوا الطبقات، شوفوا الطبقات عاملة ازاي، تحفة جدا ومتماسكة. يعني شوفوا انا بحركها في ايدي متماسكة جدا، مش بتقع ولا اي حاجة. شوفوا كان شكلها تحفة جدا وطعمها فوق الخيال، وعملناها بأقل إمكانيات، ما هياش مكلفة خالص خالص، وحاجة جميلة قوي، وبولات صغيرة كده بتنفع طبعا في المناسبات، كل واحد ياخد بتاعته، مش بتقطعي بقى قطع ولا اي حاجة، في عيد ميلاد، في مناسبة، للأطفال كده في اي وقت، تحفة جدا بصراحة، ومدين لها قيمة غذائية تحفة. والكريم شانتيه ده انا كنت عاملاه باللبن مش بمية، فكان تحفة جدا بصراحة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة، وبألف هنا. باي باي.